السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إيه، زي ما تعودنا مع بعض قبل ما بنعمل اي حاجة بنسمي الله ونصلي على الرسول. إيه، ونشمر ايدينا كده وندخل على مطبخنا بقلب جامد. إيه، عايزة امس عليكم يا مساء الهنا يا مساء السعادة يا مساء السكر الزيادة. إيه، كل سنة وانتم طيبين، احنا في شعبان في الأيام القمرية. إيه، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ويا رب يرحم شهدائنا وشهداء فلسطين وما يوجع قلب حد على غالي أبدا. إيه، يلا يا جماعة نسمي الله. إيه، ونصلي على الرسول وندخل نشوف احنا لا معانا ايه. معانا كيلو بوري مغسول كده ومتنضف وفلة كده شمعة منورة. ومعانا شفشق اهو جميل حاطاه وحاطه فيه حاجه بلاستيك. ده شفشق الكبه بتاعي يا جماعه قديمه. حاطه السلاح بتاعها نايم كده عشان خاطر احطه لكم، يعني يرفع الحاجه عن الارض عشان لو في ميه نزلت. وحاطه حته القماشه دي عشان خاطر الميه اللي تنزل تشربها ما تبقاش في ميه واقفه وتبهدي، ولا كأني صفيته، يعني انت كده فاهمين قصدي. عشان الكميه مش هتبقى ماليه الشفشق انه يبقى مزنوق ومرفوع لفوق. فالواحد يشغل دماغه كده باللي موجود معاه. يلا ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. وكومنت حلو من ايديكم الجميلة كده، تقولي لنا نفسكم تشوفوا ايه مننا الفترة اللي جاية. ونعومة وسمكة هيبيع ان شاء الله يعمل لكم كل جديد. احنا طبعا متأخرين واخر ناس تعمل فسيخ والكلام ده كله، بس مش مشكلة يا جماعة. عدوها زقوا معانا اليوم. اي والله يا جماعة، ده الفيديو ده تاني مرة سجله. كانت الكتكوتة الصغنونة بتسجل معايا وانتوا عارفينها وعارفين كلامها. وربنا يخلي لكم اولادكم. المهم هنا بقى يا جماعه، كنت المفروض ان انا كنت مسجله المقطع ده كان بصوت وكان طويل. بس انا حسيت ان الفيديو هيبقى طويل عليكم قوي قوي، يعني كان حوالي ربع ساعه. فقلت لا، حاولت قصيت فيه على قد ما قصيت عشان خاطر نستفاد مع بعض. هنا بقول لكم ان انا بطلع الفرق ما بين الطبار والبوري. دماغ السمكه بيبقى باين عريض. الطبار مدبب بوزها رفيع وطويل كده. هنا بقول لكم اوعوا تقشروه، نشفوه حلو قوي من الراس للديل عشان القشر ما يطلعش معانا لو نشفنا العكس. وبحنية كده. وبناخد المناديل نحطها في الخياشيم بتاعت السمكة. زي ما انتم شايفين كده بكوع المنديل. انا مسرعة الحتة دي يا جماعة. لان كلنا بنعملها وكلنا شاطرين وكلنا عارفين نعملها. بس انا قلت اشارككم بقى كده ايه تجربتي. وانا منزله لكم الفيديو ده. وهنعد 15 يوم من أول النهاردة. ونفتح عليه مع بعض قبل رمضان إن شاء الله بيوم أو اتنين. وهناكل أحلى فسيخ دايب دوب زبدة كده. إن شاء الله يعني إن شاء الله وربنا يحسن ما بين إيديكي. وهاتي واعملي وأوفر كتير من الشراء، والله يا جماعة الكيلو بره ب 300 جنيه. قسما بالله الكيلو بره ب 300 جنيه. فانت لما تجيبي كيلو بوري وتعمليه فسيخ في بيتك انت وفرت نص ثمنه. والله نص التمن. يعني انت لو هتشتري كيلو بوري، كيلو فسيخ ب 300 جنيه. لا، انا اجيب 2 كيلو سمك ب 300 جنيه. واعمل وهاكل انا وحبايبي وهفرق على حبايبي كمان. هنا بوريكم ان شوفوا المناديل ازاي طالعه ناشفه. لان انا نشفته حلو جدا جدا جدا. وشيلته كمان من الشفشق، يعني انا عملته الصبح انا سبته حوالي 12 ساعه. شيلته من الشفشق يا جماعه. وحطيته على قماشه نظيفه على الرخامه. شوفوا بوريكم لون السمكه من جوه. مع ان ليها 12 ساعه موجوده عندي. بس الجو ساقعه. والحاجه ما يتخافش عليها. مش هتعمل ريحه مش هتتنفخ. هنا بقى بعمل له مساج عشان احنا في الشتاء. بمسج ايه بتكه كده على اللحم يقوم لما يتفسخ لما يتفسخ لما يبقى فسيخ. السلسله تطلع من النص كده ما فيهاش حاجه. هنا بوريكم ان انا جايبه ملح رشيد. ملح خشن. معرفش بقى هو اسمه ملح رشيد ولا ايه، انا بقول عليه ملح خشن. هو ده الملح الوحيد اللي يصلح لعمل الفسيخ والسردين والملوحة. طب انت عارفة الملوحة والسردين والبسارية والحاجات دي كلها يا جماعة؟ سهل جدا جدا تعمليها بملح عادي، واحنا عملنا معاكم السردين بالملح العادي. وعملنا معاكم البسارية بالملح العادي. فالفسيخ لازم يتعمل بملح خشن عشان لو عملتيه بملح عادي هيبوظ. هيحدق زيادة عن اللزوم. هنا بقى حطيت انا شويه كركم وحطيت شويه شطه عشان خاطر الريحه النفاذه بتاعه الفسيخ. انما يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه. هو بنحط له ملح ابيض بس.
انت بقى حرة، عايزة تحطي على الملح بتاعك بابريكا، عايزة تحطي على الملح بتاعك كركم، عايزة تحطي على الملح بتاعك شطة، اللي انت عايزاه حطي. كده كده هو مش هيستفاد بحاجة، لان الملح ده في الخياشيم بس. انا حطيت الكركم والشطة عشان ريحته ما تبقاش نفاذة زيادة عن اللزوم. وهحط ورقتين لوري كمان في قلب ورقتين بس عشان خاطر الريحة، انما غير كده لا طبعا ملوش لازمة. هنا بقى مليت الخياشيم جامد زي ما انتم شايفين، وهحط في البق كمان اي منفس هوا نسده بالملح. هو الفسيخ كده، واحد اتنين يطلع فسيخ. ملح خشن سمكة بوري هتاكلي زبدة فقط لا غير. وعلى فكرة يا جماعة والله اسهل مما يمكن. يعني انا اروح اشتري كيلو فسيخ صغير، صغير يعني ايه صغير، صغير جدا، ومعمول عليه عرض، والكيلو ب260 جنيه. وعشان اجيب فسيخة حلوة 300 جنيه الكيلو. حرام قوي 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 قوي. وربنا يحلل كل واحد زاده يا جماعة، فعلا الحاجة غليت. بس انا لو ما قدرت اشتري كيلو البوري اشتريه. مش عايزة اشتري كيلو بوري وهشتري مثلا نص كيلو فسيخ حادة. فعلا الناس دي هتاكل عيالها؟ لا فعلا على رأيكم لازم نشجع بعض ونشغل بعض. بس يلا مش مشكلة. هنا بقى يا جماعة كنت بحط للسمك، حطيت في الكيس شوية ملح، وحطيت السمك اهو، وهاخد التانية احشيها وهعمل فيها نفس الحركة. بصوا يا جماعة انا شغالة في الملح وشغالة بمسك السمك، شوفوا ايدي ناشفة ازاي، مفيهاش نقطة مية، بسبب ان انا ناشف كويس جدا. واهم حاجة البوري يطلع معاكي فسيخه مظبوط ومحترم. محترم فسيخ مظبوط ودلع ومزبت كده، ان ما يبقاش في ميه، لان لا قدر لا قدر الله الميه هتبوظه. فعلا والله يا جماعه الميه هتبوظه. بصوا هنا بقى، شوفوا هنا باكد على الملح بتاعي اهم حاجه، علشان خاطر ما يعني لو حطيت له ملح قليل يا جماعه هيدود. لازم الحاجة تبقى مظبوطة. وبعدين الميزة في الفسيخ ومعاكي ملح خشن ان انت بتحشي الخياشيم بس. لما بتحشي الخياشيم بس الفسيخة بتاخد ملحها الكفاية، والباقي بيفضل زي ما هو عشان انت عاملة بملح خشن. انما لو انت عاملة بملح ناعم، الفسيخ ده طبعا بيسرد مية، ده الطبيعي، هتدوب الملح كله. الملح بقى هيروح فين؟ هيفضل في الكيس؟ لا طبعا، سمكك هيشربه ومش هتعرفي تاكليه عشان هيبقى ملح زيادة عن اللزوم. وعلى فكرة الملح الخشن ده رخيص جدا 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 جدا. انا شارية ب3 جنيه من عند العطار قد كده، قد كده. لو انت مثلا مش موجود عندك في اكياس جاهزة، بس انا لقيت ان ده اخشن من بتاع الاكياس، فجبت منه. انا وريتكم حجرة الملح قد ايه. هنا بقى كنت بلفه، اهم حاجة اطلع منه الهواء، الف لفة حلو. شوفوا انا كاتمة منافس الهواء ازاي كويس، واخويا بيلزق. قتلناه، عارفين انتوا جتلته، هو احنا جتلته دي، جتلته. اه بصوا لزقته كويس ازاي. وهنا كنت عامله بقيه الفسيخ التاني ملزقاه قبلها بره الكاميرا عشان ما اطولش عليك الفيديو. يلا ما تنسينيش عشان خاطر الفسيخ الجميل ده، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وما تنسينيش بكومنت حلو قوي من عندك، وهرد على كل كومنتاتكم. وتقولوا لنا الفتره اللي جايه عايزين تشوفوا من ايدينا ايه، وكل اللي تطلبوه نعومة وسمكة أوامر يعملوه لكم يا جماعة. كل طلباتكم أوامر. أهم حاجة شجعونا في الكومنتات، وشجعونا بلايك حلو. يعني يا جماعة معلش، الفيديو بيجيب معانا عدد لايكات، عدد مشاهدة حلو قوي، ازاي يبقى عندي المشاهدات الجميلة دي وما عنديش لايك حلو منك ولا كومنت جميل تفرحي قلبي بيه؟ يلا عايزين نشجع كلنا وندخل نكتب كومنتات لبعض، ونشوف انتوا محتاجين ايه مننا واحنا هنعمله لكم في الفيديوهات. نعومة وسمكة تحت امركم. هنا بقى يا جماعة عمالة احط بقى اكياس، شركة اكياس، شركة اكياس. شوفوا قد ايه عمالة احط 10,000 كيس مع اني ملزقاه. بس اهم حاجة اكياس حلوة قوي. وباجي في الاخر بقى بحط انا في شنط سودا عشان خاطر اضمن ان، مش عارفة يا جماعة، انا سمعت ان من الافضل يعني ان انت تحطيه في مكان ضلمة. فعشان اضمن ان الضلمة تبقى كويسة اوي انا حطيته في شنطتين سودا. هل ده صح ولا دي حاجة ملهاش يعني اي حاجة من الصحة؟ مش مشكلة، ادينا حطيناه في شنط بقى وخلاص، اي حاجة. هنا شوفوا بقى بطلع الهوا جامد ازاي، وهقوم ملزقة الحتة دي برضو. يعني انا مش هكتفي بالرباط، هلزق
بس اللزق خلص وبقيت السمك ربطته. مشي حالك باللي عندك، ضم هتنفخني على بكرة اللزق دي يا جماعة. بس يلا كله فداكوا يا حبايب قلبي يا جمال يا مسكرين، مش مشكلة. شوفوا بقى هنا قتلته ميتين اهو. هنعمل بقى بقية الفسيخ برضو، انا هنا حاطاه في كيسة واحدة وملزقاه بس زي ما انتوا شايفين كده، وبعد ما لزقته لفيته في 10,000 كيس زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو. هنا بقى بحطه تاني كله في كيسة سودا كبيرة عشان خاطر اضمن ان ما يدخلوش هوا خالص وما يدخلوش اي اضاءة، عشان انا يعني سامعة ان كده افضل يعني. فاهمين قصدي؟ اكيد ما انتوش فاهمين قصدي، بس مش مشكلة، خدوني على قدي، خدوني على قد عقلي. بصوا بقى هنا يا جماعة بوصف لكم ان انا بحطه يوم كده، وده كيس ملح كبير قوي يا جماعة، يعني الكيس ده ب5 جنيه، في حوالي كيلو ونص ملح كبير قوي. بصوا وهقلبه بقى الناحية التانية اليوم اللي بعده، كل يوم اقلبه على ناحية والناحية التانية عليها، واحط برضو عليها كيس الملح. يلا ما تنسنيش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام احبابي في الله، سلام عليكم.